قبل اي حاجة انا بعتذر جدا لو صوتي مرهق وبان عليا الارهاق، لان انا عندي برد. بس انا قررت ان انا لازم اصور لكم الفيديو ده عشان كلكم بعتولي على الواتساب انكم دخلتوا الكلية ومش فاهمين حاجة من اول اسبوع ومش فاهمين الدكاترة بيقولوا ايه. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايزين كلنا ندعي لاخواتنا في غزة. ندعي لهم ان ربنا ينصرهم، وكل قطاع في فلسطين مش بس غزة، كل قطاع في فلسطين ربنا معاكم وربنا ينصركم. للأسف مفيش حاجة في ايدينا غير ان احنا ندعي لكم. انا عن نفسي ما كانش ليا نفس ان انا اصور اي فيديو، لولا بس ان انتوا بعتولي ان انتوا مش فاهمين حاجة، وكذا حد بعتلي وانا ما قدرتش ان انا ارد على كل الناس دي. فقلت اعمل فيديو اقول لكم تعملوا فيه ايه، لان طبعا دلوقتي مفيش محتوى اهم من غزة واهم من فلسطين. ربنا معاهم وربنا دايما بينصر الحق. كلنا معاكم بقلوبنا، لان القضية مش قضيتكم لوحدكم، القضية قضية كل مسلم وكل عربي. طيب عشان ما اطولش عليكم خلونا نبدأ في الفيديو بتاعنا. الفيديو ده لسنة أولى، جالي رسائل كتير إن أغلبكم مش فاهمين حاجة، الدكاترة مش فاهمين شرحهم قوي، معظمكم تايه دلوقتي في المواد ومش فاهم يذاكرها ازاي. ده الطبيعي في أول ترم من أول سنة، يعني بلاش تحكموا على الحاجة بسرعة وتستعجلوا. بلاش تحكم على نفسك إن الكلية صعبة وكل الكلام ده. على فكرة الكلية ممكن تبقى أسهل حاجة، بس محتاجة منك صبر. انت داخل على حاجة جديدة، حاجة مختلفة تماما عن الفترة اللي كنت فيها في المدرسة. فانت داخل على تخصص جديد وحاجة جديدة، فطبيعي جدا انك تبقى داخل تايه ولسه مزبهل كده ايه اللي بيحصل. طيب ازاي تحل المشكلة دي؟ انا الصراحة مش جاي اقول حلول على قد ما انا جاي انقل لكم تجربتي، وجاي افهمكم ان اللي انتوا فيه ده طبيعي. انا غلطت غلطات كتير في الترم الاول وخلتني ما اجيبش احسن تقدير في الترم الاول، والترم التاني يعني بدأت احسن من نفسي. اول غلطة بتحصل لما بتلاقوا نفسكم مش فاهمين حاجة، واصلا انتوا طاقتكم خلصانة في ثانوية عامة ومفيش اي طاقة ولا في اي مجهود لاي حاجة، ان انتوا خلاص بقى تيأسوا ومفيش اي محاولات. يعني بتروحوا الجامعة تاخدوا المحاضرة وتروحوا البيت وخلاص كده، رامين الكتب رامين كل حاجة، مفيش اي محاولة ان انا احاول استوعب الكلام ده بيقول ايه. خلاص انا اتقفلت، انا مش هعمل حاجة والايام بتجري لحد ما نلاقي الامتحانات بدأت. فبتيأس وتفضل تراكم عليك حاجات. دي اول غلطة انا عملتها برضو، واغلبكم ممكن يعملها لو يئس للموضوع ده. وللأسف في الكلية لازما انت اللي تتعب وانت اللي تجيب المعلومة بتاعك. يعني كل الحمل بيبقى عليك، مش زي نظام ثانوية عامة كنت بتروح السنتر الملزمة بتاخدها في مدرس بيشرح لك بيعمل لك امتحان شامل كل شهر. الكلام ده مش موجود في الكلية، انت معتمد على نفسك بنسبة 100%. اعتبر الدكتور جزء من المعلومة، يعني هو مش المعلومة كلها، مش المعلومة كلها تاخدها منه. وفي الكلية مفيش المتابعة اللي كانت بتحصل في ثانوية عامة، يعني ان حد هيتابع الواجب مثلا ولا حد هيشوف درجاتك ولا الكلام ده. فعشان كده يكون عارف تمسك الكتب بنفسك وتسجل ريكورد للمحاضرة وتقعد تسمع وتمسك الكتاب تفتحه كده. انا عارف ان الكتب منزلتش في جامعة حلوان، معرفش بقية الجامعات التانية ايه نظامها، بس استنوا لما الكتب تنزل. حاليا ممكن تذاكروا لو في حد بيبعت المحاضرة بيكتبها وبيبعتها، ذاكروا منها مع ريكوردات المحاضرة. انت ممكن تقعد تمسك الريكورد والمحاضرات وتقعد تفتح الكتاب وتشوف وتترجم وتفهم المعلومة وتاخد المعلومة تعمل عليها سيرش. مفيش مشكلة انك تقعد تعمل كل ده. تاخد ساعتين من يومك في كل مادة، مثلا كل يوم ذاكر مادتين بس. حاول انت اللي توصل المعلومة لنفسك، ما تستناش بقى ان حد هو اللي يوصلها لك زي ما كان بيحصل في ثانوية عامة. انت مستني ميعاد الدرس عشان تعرف هتاخد فيه ايه. لا، انت اصلا في المحاضرة المفروض تبقى رايح مجهز ايه اللي هيتشرح. يعني ده الافضل، يعني المفروض يعني. طبعا مش كلنا هنعمل حاجة زي كده، بس ده الاحسن ان انت تبقى سابق. طبعا مش كل المواد صعبة، انت هتلاقي مواد نظري. يعني في حلوان اصعب 3 مواد اللي هو في الترم الاول الايكونوميك والماس والاكاونتنج. المواد دي هي الصعبة لان هي عملي وفيها ارقام وكده. فالباقي بقى مواد نظري، يعني انت ممكن تقعد والله ممكن تمسك الملازم او الكتب
وتترجم وتحفظ وتلخص. يعني ممكن تجيب كشكول كده وتمسك الكتاب تقراه وتقعد تلخصه وتحفظ، لان هي مواد نظري. يعني هتقولوا لي لا طب فين الفهم؟ لا، هقول لكم الكلام ده في ثانويه عامه. كانت المواد محتاجه فهم اكتر عشان تعرف تحل الاسئله غير مباشره، بس في الكليه الاسئله مباشره، ومحتاجة ان انت تكون شخص حافظ. وطبعا لازم تبقى فاهم بس بنسبة اكبر الحفظ. يعني مادة زي السياسة اللي في جامعة حلوان سنة اولى، دي كلها حفظ، كلها كلام، كلها كلام، مفيش ارقام، مفيش حاجة عملي. مادة زي القانون، كله برضو كلام ورغي، يعني ما فيهوش حاجة عملي. لازم أن تفهمها وتطبق بيها، او قانون هتطبق عليه. لا، كله كلام ولازم أن يتحفظ، بس انت تحفظ بذكاء. يعني كل واحد اكيد بيبقى ليه طريقة حفظ بتسهل عليه الدنيا، فحاول تشوف انسب طريقة ليك، وما تعملش مجهود كبير على دماغك. يعني متمسكش الكتاب كله تحفظه، دول 200 صفحة مثلا ولا 300 صفحة، تحفظ كل ده ازاي؟ خد المعلومة وشكلها في دماغك بطريقتك واحفظها بطريقتك. زي ما اتفقنا، في مواد هتحتاج انك تتعب فيها مع نفسك، زي المواد اللي هي العملي. والمواد النظري دي برضو يعني ممكن تحفظها او تجيب ملازم تلخصها لك وتحفظها. لو ولا فهمت من ملازم ولا عرفت تلخص ولا تعمل اي حاجة، ولا حتى مثلا انك جربت تسأل زمايل معاك في الكلية اكبر منك ازاي كانوا بيذاكروا، او تسألهم في معلومات في المنهج بتاعك، ومعرفتش تفهم منه حاجة، ولا عرفت تفهم من الدكاترة، ولا معيد استفدت منه في الجامعة، فالحل الأخير إنك تاخد كورس في المواد اللي أنت مش فاهمها، كورس أونلاين زي الدروس اللي كنا بناخدها في ثانوية عامة. يعني مثلا الأكاونتنج، لو أنت مش فاهمها خالص، جربت كل الحلول اللي قلنا عليها ما فهمتهاش، جربت ملازم، جربت مكاتب، شرح دكاترة، معيدين، ما فهمتش، الحل الاخير انك تاخد بقى كورس اونلاين مع حد. هتقولوا لي مع مين؟ هقول لكم اسالوا الجامعات التانية، تسال الدفعات الاكبر منها. لو حد في حلوان عايز يسالني انا، ابعتولي على جروب الواتساب، هقول لكم في فلان وفلان وفلان، وانتوا شوفوا حابين تاخدوا مع مين. انا هرشح لكم كذا حد، وهقول لكم ده مميزاته ايه وده مميزاته ايه، لان انا جربت كذا حد في سنه اولى. وشوفوا انتوا حابين تاخدوا مع مين. بس زي ما اتفقنا ان ده حل اخير لو انت معرفتش تبقى مسؤول من نفسك وتعتمد على نفسك في المذاكرة. هسيب لكم جروب الواتساب وقناة التليجرام اللي تخص سنة اولى تجارة انجليش جامعة حلوان. اي حد في جامعة تانية ما يخشش، عشان الجروب مش هيفيده بحاجة ولا قناة التليجرام. تمام، هسيبه لكم. تخشوا ابعتولي برايفت على ناس بتدي كورسات اونلاين، وانا هقول لكم على مجموعة ناس بتدي كورسات، وانتوا شوفوا هتعملوا ايه. مفيش مشكلة انك تاخد كورس في المواد الصعبة، حد يأسسك في الاكاونتنج ومثلا الماس كده كده مش هتاخده غير في سنة اولى. الاكنوميك مفيش مشكلة ان المواد دي تاخد فيها كورسات. برضو لو في حاجات مختلفة في جامعات تانية وهي مواد عملي وفيها ارقام وصعبة، مفيش مشكلة ان انتوا تاخدوا فيها كورسات مع حد، سواء سنتر او اونلاين. بس انا برشح الاونلاين علشان بيوفر وقت ومجهود وفلوس، وخلاص المفروض ان احنا تخطينا بقى جو السناتر ده. منكم بيبقى عايز يشتغل جنب الدراسة، فبس كده بلاش تفكير في التحويل من الكلية عشان ما ترجعوش تندموا بعدين. والله كل حاجة هتبقى سهلة مع الوقت، وأي كلية انتوا مفكرين ان هي سهلة، هي مفيش كلية سهلة. اسألوا أي حد في أول سنة ليه بيبقى داخل مش عارف حاجة ومش فاهم حاجة، وبيبقى تايه نفس التوهة بتاعتكم دي. مفيش أي فرق ما بينكم وما بين حتى اللي في عربي. يعني حتى اللي في عربي في سنة أولى بيبقى داخل مش عارف هو بيعمل ايه هنا، ولا الدنيا ماشية ازاي. زي ما بقولك الدنيا هتبقى سهلة مع الوقت، وهتحسوا ان انتوا مكبرين الموضوع. بلاش تدوا لنفسكم طاقة سلبية عشان بس حاجة جديدة دخلتوا عليها لقيتوا نفسكم مش فاهمينها. كل الكليات كده، كل الكليات سنة اولى بتبقى تايهة في الاول ومش فاهمة حاجة. شكرا لو كملتوا الفيديو لحد هنا. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو. وبعتذر لكم على الارهاق اللي انا فيه عشان نزلت يومين الكلية بس. جالي برد، معرفش ليه. للمرة الأخيرة ما تنسوش تدعوا لغزة، وما تنسوش تدعوا لكل قطاع في فلسطين، سواء غزة أو القدس
او اي قطاع في فلسطين عموما يعني. مش عايز انسى اسامي. ادعوا للبلد كلها، ربنا معاهم وينصرهم. شعب فلسطين من الشعوب اللي بتعاني من سنين طويلة، ورغم كل ده لسه عندهم امل. فبجد دي حاجة انا بحييكم عليها جدا.